مساء الخير. معكم سوريزا. هاد النهار ان شاء الله غادي نديرو مقارونيه بصدر الدجاج وبالفطر الطري وبالكريمه. كنتمنى الطبق ديال هاد النهار ينال الاعجاب ديالكم، وندوزو نشوفو المقادير والطريقه ديال التحضير. اول حاجه كنعتذر على حساب الاضاءه، عندي ناقصه شويه. المهم غادي نحتاجو بصله كبيره مشلضه، غادي نديروها في المقيله ديالنا، وغادي نضيفو تومه غبره، 4 معالق ديال التومه غبره، اولا اللي ما كتوفرش على التومه غبره دير دريس ديال التومه محكوك. وغادي نضيفو 4 كاس ديال زيت الزيتون اولا زيت المائده على حسب الرغبه ديالكم. وغادي نديرو هاد البصيله ديالنا كتشحر حتى كتنزل، وكنحصلو عليها بهذا الشكل هذا. من بعد غادي نقبطو صدر الدجاج وغادي نضيفو على البصله. وقبل هذا الشيء خاص داك صدر الدجاج كونوا غسلتوه من قبل بالماء والملحه والحامض بطبيعه الحال، وكتقطعوه على شكل شرائح كما غادي نوريكم دابا. كيجيو هكا شرائح طوليه وكتكون رقيقه باش كتدخلها الطياب وباش كتجي فيها التوابل. لان ما غاديش نديرو فيها التوابل بزاف، غادي نحتاجو غير 4 معالق ديال الابزار وتقريبا نص معلقه صغيره ديال الملحه او حسب الرغبه ديالكم. وغادي نشحرو هاد البصله وهاد صدر الدجاج على نار هادئه حتى كنحصلوا عليه بهذا الشكل هذا. كتكون معسله داك البصيله مع داك صدر الدجاج كيتعسلوا. ومن بعد ملي كيطيبوا كنوضعوهم في بول وكنوضعوهم جانبا. وفي نفس المقله غادي نديروا فيها الفطر. بالنسبه لصدر الدجاج ديروا 250 غرام اللي هي رابعه، وتا هنا عندي 250 غرام ديال الفطر. هي شحال ما كثرتوا الفطر بامكانكم ديروا حتى نص كيلو، لانه كيجي غزال كيطلق مذاق زوين. هو شنو كنظني نقول لكم، هو كينزل ماشي ما كيبقاش كتير. كما كتشوفوا وضعت شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار، وضعت شويه ديال الزيت، وغادي نديروه يتشحر حتى كنحصلوا على فطر بهذا اللون هذا اللي اللون شويه غامق. وغادي نوضعوا تقريبا 2 معالق كبار من هذا الفطر في هذا الطبيصيل، وغادي نحطوه جانبا باش نديروه للزينه. دابا غادي نقبطوا داك الصدر الدجاج ديالنا اللي شحرناه من قبل، غادي نوضعوه على الفطر وغادي نزيدوا عليه نص سيترو اولا 500 ملي من الكريمه ديال الطبخ. كما كتشاهدوا معايا غادي نضيف الكريمه على الخليط ديالي وغادي نخلطها مزيان، وغادي نوضعها على نار هادئه حتى كتوصل لدرجه الغليان باش كتشرب داك الكريمه، كتشرب داك التوابل ديال الفطر وديال صدر الدجاج. كما كتشوفوا كتجي بنينه. دابا غادي نوضع مقارونيه اللي سلقناها من قبل في ماء مملح. طبيعه الحال خليناها استقطرات وبردات، عاد كنوضعوها على الخليط ديالنا. دابا غادي نخلطو بهذا الشكل هذا وغادي نديروها فوق نار هادئه باش كتندمج معنا العناصر. وغادي نوضعوها في طبق التقديم ونزينوها بالفطر اللي خلينا وبشويه المعدنوس. وكنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، والى وصفات اخرى ان شاء الله.